السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي إن شاء الله تكونوا بخير. جولة في السلاكة كالمعتاد. نتكلموا دائما على الجهوزية فاش قرب موسم الإنتاج. إخوتي في الوقت الحالي من بين المحفزات الطبيعية اللي نجربها على مدار 3 مواسم الحريق. هاو إخوتي هو عشبة برية تلقاوها غالبا إخوتي توال المزارع الكوارع، ما تلقاوهاش في الزراعة، تلقاوها توال الكوارع توال حاجة كمون يكونوا زبل تاع الحيوانات لا فضلات الحيوانات. جينيرالمون تلقاوها ثما توال الأسيجة تاع الفيرمات توال الكوارع الحواشي، ما تلقاوهاش في الزراعة الحريق. من المستحسن إخوتي تخيروا الحريق اللي يكونوا المطارق كبار، خطراه لهنا هم فيهم إخوتي هم فيهم بذور صغيرة يدير وردة مكلاوهم. دوكا هذوما أول حاجة يبداو ياكلوها الحساسين، فيها بذور، ياكلوا ثاني الأوراق باه ما ينشفولكمش إخواتي ويفسدوا. هاني حاطهم في قارورة تاع ماء نحيهم بهم بالجذور تاعهم ونعمر قارورة تاع ماء ونديرهم باه يقعدوا خوافر تما يقدروا يقعدوا اسبوع ولا هام. اخواتي شوفوا الاوراق كيفاه طايحين تما كان الحساسين ياكلوا منها. يبداو قلت لك خاصه بالمطارق الكبار اللي يكونوا فيهم البذور هما الاولين باه يكملوا الاوراق. حاجه ثانيه اخواتي حوض الاستحمام، دوكا تقدروا تخليوه دائما، انا نخلي على مدار السنه يعني حتى في الشتاء. بعض الاخوه يقول لك في الشتاء تنحيه لهم. دوكا راهي يرتفع درجه الحراره. هاو اخواتي ندير فيه خل التفاح وندير فيه الحلبه. الحلبة إخوتي هي فاتحة للشهية وفي نفس الوقت ثاني كي يسحب الحسون فيها ولا يشرب من حوض الاستحمام، راح العرق تاعو راح تكون فيها رائحة كريهة، رائحة الحلبة تطرد الفاش. هذا نتهناو حتى في موسم الإنتاج إخوتي. على مدار 3 سنوات ما كان عندي حتى مشكل تاع فاش في الأعشاش، الحمد لله يا رب. 60% نقدروا نقولوا الحلبة، و40% اللي بقات إخواتي الحسون يدور بالورد تاع التيفاف، يدور به العش. بعض الإخوة قالوا بلي حتى الورق تاع التيفاف والورد الريش الأبيض تاعهم هذاك اللي يدوروا به العشاش قال لك بلي يطرد ثاني الفاش. وهذه حكمة من عند رب العالمين، فالطبيعة جميع راح يعني طائر من الفاش ولا الفراخ في العش ولا حاجة. دوكا إخواتي وقت ما نقوموا بالحساسين التغذية الطبيعية إخواتي التيفاف الشوك، كاين الشوك البنفسجي الوردة الصغيرة أو مازال يعني موش وقت بصح دوك إن شاء الله هذا الأسابيع يكون. الحريق محفز كبير للذكور للإناث إخواتي. دوكا إخواتي نوليو للجهوزية، وقلنا باللي الموسم مازال ونصبروا بما يكون سوء تفاهم مع الإخوة. رانا نهضر أنا إخوتي على السلاكات المفتوحة، السلاكات الخارجية ماهيش في منزل. دوك السلاكة في منزل في غرفة مع الشوفاج مع منها تجهز الحساسين قبل الطيور اللي محطوطة في سلاكة خارجية. احنا رانا في منطقة ولاية سطيف في شرق الجزائر. السمانة اللي فاتوا اللي قبلها وحنا الثلوج إخواتي يعني مازال جهوزية. هم هذا وين بداو هم دوك نشوفوا في الحساسين الذكور 60% ولا 80% بدات تجهز راهم يكاجيو. تلقاو حركة كبيرة في السلاكة، الذكور يجريو من وراء الإناث، الذكور يتهاوشوا بين بعضهم، كل واحد يحب يخير مكان. أنا مازلت بالأشجار القديمة إخوتي، الأسبوع إن شاء الله القادم نبدل ندير أشجار جديدة، أشجار الصرو والصنوبر، وبعدها اسبوع اسبوعين نشوفوا حسب جهوزيه الحساسين. كي تشوف انت الحساسين تاعك راك تعرفهم تلقى ليكم بداو يتفورماو. المال يطعم الانثى، الانثى تقدم الطعام المال. الذكور يبداو يفرضوا السيطره على اماكن في السلاكه، ثم ان شاء الله الاناث راح تبني الاعشاش. وما تبخلوش عليهم اخواتي دوكا بالاستحمام التشميس. هاو اخواتي انا عندي ركن دائما في الشمس، وهذاك هو الركن اللي غالب الوقت الحساسين تكون فيه. التغذيه الخضروات مره مرتين في الاسبوع. الاعشاب البريه تقدروا ديروها على مدار الاسبوع تتغيروا، مره ديروا تيفاف 3 ايام 4 ايام يذبل ولا يتنحيوا، تعاودوا تحطوا الحريق الشوك اخواتي. وهذا هو تقدروا تقولوا سر النجاح. دوك اخواتي ثاني الامان، ماذا بهم الاناث في هذا الفترة ما يكونش عندهم ازعاج يدخلوا لهم الناس تقعد تشعل الدخان داخل السلاكة.
اللي موالفين الحساسين تاعي انا هاني قاعد شوال هم موالفين، نقدر نقعد معاهم حتى في وقت الانتاج. واللي حساسين جدد مثلا مش موالفينو المستحسن يديرهم ماكله ينيطواي، يقعد معاهم شويه يتفقد برك يشوفهم ويخليهم ما يضاش قاعد معاهم. خطر الانثى تاع الحسون كل ما تحسش بالامان ما يصرح تولد اخواتي في السلاكه. انا راهم موالفين ووالدين العام اللي فات لهنا وتاقلموا كل شويه يعرفوني، يعني ما كانش مشكل. نتمنى توفيق اخوتي للجميع، ان شاء الله يكون موسم موفق. هيا دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.